بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ يومنا كده بشوية نشاط وبشوية حيوية وساعة مشي الصبح. احنا داخلين على الأربعينات في السن، يعني ما ينفعش ان الواحد يقعد ويريح، لازم يتمشى شوية ولازم يعتمد كل يوم ساعة مشي مثلا. تمام. فانا طلعت اتمشيت شوية، ودي جولة معايا في النميس. بصوا على المحلات عندنا في اسيوط، يعني بقدر الامكان مش عايزة ارفع الكاميرا خالص بحيث ان عشان ما ازعجش الناس اللي ماشية يعني. بس دي اجواء عندنا في شارع النميس. يا رب الاجواء دي تعجبكم. هو زحمة يعني عامة. اكتر شارعين زحمة في اسيوط هو النميس والجمهورية. يعني بجد انا يعني تحس ان انت ممكن وانت ماشية كده بتتخبطي في الناس، والناس بتخبط فيكي. المشي بيبقى صعب صعب خالص في شارع النميس وشارع الجمهورية. يمكن النميس واسع سيكا، اتجاه واحد، معظم اتجاه واحد. لكن الجمهورية لا، صعب. الجمهورية صعب صعب. الجمهورية حاجة يعني أجارك الله من غضب الله. لما يعني دايما لما امشي في الجمهورية اخد لي خبطة في كتفي، خبطة في دراعي بعربية تكون جاية من الجنب كده طالعة. يعني لازم بتخبط في الجمهورية. عربية بتخبطني وانا ماشية. بصوا، انا روحت البيت الولاد كانوا بيزنوا عايزين ايس كريم. يومها ده كان يوم خبيث. بعد ما روحت البيت كنت بخبز، بس فعلشان الايس كريم يعني الميزانية والاسعار وكده، فانا ريحت نفسي عندي شوية موز. خلاص هم اكلوا اللي اكلوه، الباقي مش هياكلوه، فحطيته في الفريزر. طلع معايا بالشكل ده. وجبت وانا جاي من بره جبت معايا اكياس اللي هي النكهات بتاعه الايس كريم. على فكرة عميل الموز بالنكهات بتاعه الايس كريم بيديكي طعم الايس كريم تمام من غير ما تستعملي البان، فبيبقى اوفر عليكي شويه. يعني مثلا عملت كل انواع، انا جبت كل انواع الايس كريم اللي هو بتاع ال5 دقايق ده اللي السريع، ما الا اني احط شويه الموز واحط البودر بتاع الايس كريم عليه. تمام. واضربي في الكبه بقى، طلع خليط وميكس عسل. اصل راح اشتري بولة الايس كريم الطبيعي يعني في محلات بتبيعها ب40 البولة، وفي محلات بتبيع ب20 البولة. يعني انت بتحكي في ايه يعني؟ وخاصة مثلا لو صدف ايام عياد او حاجة بتبقى الاسعار ده غير الزحمة في المحل. عشان انا بودي الولاد مثلا لما بنروح ناكل الايس كريم بحب اروح اللي هي المحلات اللي بتعمله طبيعي. ما بحبش اشتري اللي هو مثلا ايه، المعمول في، اللهم بارك، قولي معايا، اللي هو المعمول بالتلج ده او معمول كله صناعي. لا، في محلات عندنا هنا في اسيوط متخصصة. مرة ان شاء الله اروح المحل واوريكم المحلات اللي عندنا محلات فخيمة بتعمل ايس كريم هنا. يعني حاجة كده اخر عظمة بصراحة. يعني انا عن نفسي ممكن اخد لي 4 بولات واحدة. المهم انا بعد ما عملتهم كلهم حطيتهم في نفس يعني في بولة واحدة بحيث ان يطلع ميكس، فلما اجي اغرف كده تطلع كله مرة واحدة من كذا نوع. الاول كنت خابزة شوية بتاع ده، اللهم بارك، فينو، اللي هو العيش الفينو، كنت عاملاه. تمام. خلصت خبيزه، وبعد كده يعني الواحد نفسه هفاه على قرصين فطير كده حلوين. عجينة الفطير سهلة خالص. انا ما رضيتش اصور لكم العجن عشان الفيديو ما يطولش عليكم. العجينة هي عبارة عن مية وملح. تمام. مية وذرة ملح ودقيق. تمام. ورشة سكر خفيفة كده بحيث ان يعني لو انت مثلا هتاكلي بحتة جبناية تعادل طعم الملح بتاع الجبنة مثلا يعني. المهم انا قطعت العجين، وبعد ما قطعته وعملت كور كد بعضيها بقدر الامكان متساويه. نفس الطبق اللي انا عجنت فيه حطيت فيه شويه زيت وغلفت القطع دي بالزيت كده، وهسيبها ترتاح. خاصة ان انا بصوا علشان تبقوا عارفين، انا عاجنة مكان ما كنت عاملة الفينو ده نزلكم في فيديو قبل كده. تمام. ففي سنة من عجين الفينو قاعد مكان خميرة دي انا عجنت عليها. ماشي. يعني هو الموضوع العجنة دياتي واخدة سنة خميرة خفيفة. خلاص انا هغطي ده كله كده واخليه يرتاح. بعد كده بقى طلعته وفردته.
لو الفرد بيقطع منك كده ما تخافيش، عادي خالص خالص. افردي وحطي الزبدة بتاعتك واعملي كل حاجة، بس يعني ما تعمليش بقى ايه، ده ما ينفعش يتعامل على الفرن البلدي. الفرن البلدي المقطع ده لازم تحطيه في صواني. لكن لو انت هتخبزي على الفرن البلدي اللي هي الطين بتاعتنا العادية بتاعت الفلاحين والصعايدة وكده، اللي هي الفرن التقليدية البلدي دي، ما البلاطة هتشرب الزبدة دي كلها. لكن انا كده عملته وبيتقطع مني يعني، ما مش هقول لكم بقى ان انا الشيف الواو يعني. لما بيتقطع، عشان بيتقطع مني كده، فانا بحطه في صينية يعني بعد ما بيريح شوية، بعد التطبيق وبعد انتوا عارفين طبعا مراحل عميل الفطير، انا مش لسه هعلمكم، خاصة ان انا خيبانة اصلا خيبة في التصوير، مش ظابط معايا التصوير زي ما قلت لكم بتاع الاكل ده، مش عارفة اعمله. بس يعني شوية شوية استحملوني، هتعلم وبعد كده اديني بتعلم في الفيديوهات اهي. واستحملوني شوية شوية بس كده لحد ما الدنيا هتظبط، وهبقى يعني ان شاء الله اوعدكم ان هبقى محترفة في التصوير بإذن الله. بصوا انا بحاول افرد على قد ما اقدر، شايفين؟ بعد كده هحطه في الصينية وهفرده تاني يعني، بسم الله كده ونحطه في الصينية. احنا نسمي الله، ربنا يطرح لنا البركة في الحياة بإذن الله كده. ونصلي على المرسلين أجمعين، مش بس نصلي على سيدنا محمد يا شباب، علشان أنا بلاحظ إن الناس بتقول لي اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد، يعني بنصلي على سيدنا محمد بس. إحنا كمسلمين مأمورين إن إحنا نصلي على جميع المرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله. يعني ما حدش لما بكتب لحد سلام على المرسلين ما بيردش عليا. ليه ما بتردوش عليا؟ أنا بقول سلام على المرسلين، سلام على المرسلين أجمعين، أجمعين لا نفرق. احنا كمسلمين لا نفرق بين أحد من الرسل. آمنا بما أنزل علينا على إبراهيم وإسماعيل أو إسحاق، آمنا برب موسى، رب لا إله إلا الله، استنى. أنا بقولها على بعضها الآية. الله ربي ورب آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وآمنت بما أوتي موسى عيسى، وآمنت بما أوتي النبيين من ربهم، لا أفرق بين أحد من الرسل. خلاص يا اخوانا، احنا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، على سيدنا محمد، بس لازم تفتكروا ان احنا لازم نصلي على المرسلين أجمعين. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، انا حطيت الفطير في الفرن بعد ما ارتاح كده، وفردته تاني ومليت به الصواني، بس التكايه دي ما اتصورتش معاكم. وحطيت على وشه كده حته زبدايه. يعني انت لو ما عندكيش مثلا حته الزبدايه دي، مثلا ما فيش زبده زياده، ممكن تحط قشطه. انا ما كانش عندي القشطه، يعني هو الناس معروفه بتحط القشطه على الوش، انا ما عنديش قشطه، فحطيت حته الزبدايه دي بقى، بتدي يعني ميكسايه كده حلوه. اما بالنسبه للايس كريم اللي انتوا شفتوه ده كان على ما عملت الفطير كان خلص يعني. اوعوا تفكروا ان انا في حاجه عندي بتقعد في التلاجة ولا في الفريزر، لا 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 ابسولوتلي. ده انا على ما خلصت الفطير وعملته بروح اشيك على التلاجة، الواحد يبرد بقى على قلبه بحاجه. جيت ماما حلو الايس كريم اللي انت عاملاه ده، ابقي اعملي منه تاني. فاهمين؟ بص ده منظر الفطير، وده منظر الفينو جنبه اللي كنت عاملاه قبليها. بصراحة 2 كيلو دقيق قطعوا معايا كمية محترمة 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 فعلا. والله الحياة في البيت فيها بركة. بصوا 3 جراس فطير، يعني احنا قعدنا 3 ايام ناكل فيها و4 ايام ناكل فيهم. جميل جدا، مجرمش من بره وطري من جوه، حكايه زي الفل الحمد لله. يعني اعمل الحاجه بايدك في البيت والله فيها بركه كتير عن عاملها من بره، عن شراها من بره جاهزه. بصوا الفينو ما شاء الله تبارك الله، هو باجيت مش فينو يعني. سيبكم من من الدربكه اللي في المطبخ دي، نص الرخامه اللي انا شغاله عليها على فكره. وبصوا التشطيبات لسه ما خلصتش، الله المستعان، ربنا ييسر باذن الله. احنا داخلين على دراسه وشكلي كده مش هعمل حاجه غير في نص السنه، فهنستمر على نص الرخامه دي. بصوا انا هنا بوريكم الفينو شكله عامل ازاي. بصوا الفينو، يعني هو باجيت اكتر من فينو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.